قال رحمه الله تعالى: واستعرض صلى الله عليه وسلم الشباب يومئذ. استعرض الشباب يومئذ، استعرضهم أن يأتون عنده ويمرون من أمامه حتى ينظر من كان منهم يصلح أن يدخل معهم للقتال والجهاد يأذن له، ومن يراه عليه الصلاة والسلام ليس كذلك لا يأذن له بذلك. فاستعرض عليه الصلاة والسلام الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين، أجاز بعضهم ورد آخرين. وجميع هؤلاء الشباب يأتون عن رغبة صادقة، يأتون عن رغبة صادقة، وبعضهم يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويتطاول حتى يجيزه، يتطاول يحاول أن ينهض جسمه ويمد جسمه حتى يجيزه، للرغبة القوية الصادقة في قلوب هؤلاء الشباب لأن يأذن لهم صلوات الله وسلامه عليه في الدخول في المعركة. فكان عليه الصلاة والسلام يستعرض عادة في معارك الشباب لأنهم يأتون ويبدون الاستعداد والرغبة في المشاركة، فكان عليه الصلاة والسلام يستعرضهم فيجيز البعض ويرد البعض. قال: فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج. سمرة بن جندب رضي الله عنه فزاري، سمرة بن جندب رضي الله عنه فزاري، ولما توفي والده جاءت أمه إلى المدينة وتزوجها رجل من الأنصار، وتربى سمرة بن جندب رضي الله عنه في حجره، تربى في حجره. فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج. لما جاء دور رافع بن خديج في استعراض النبي عليه الصلاة والسلام لشباب الأنصار، وأيضا كان جندب جاء معهم باعتبار أنه تربى في حجر رجل من الأنصار وهو زوج أمه، فلما استعرض النبي عليه الصلاة والسلام شباب الأنصار واحدا أثنوا على رافع بن خديج الأنصاري خيرا في أنه ماهر في النبل، عنده مهارة في النبل، وكان أيضا رضي الله عنه حريصا جدا ويتطاول أمام النبي عليه الصلاة والسلام عن رغبة قوية في أن يأذن له صلوات الله وسلامه عليه، فأجازه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أجازه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لزوج أمه: أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع وأنا أصرع رافع، أجاز النبي عليه الصلاة والسلام رافع وأنا أصرع رافع، يعني لو أتصارع أنا ورافع أنا أصرعه. يقول ذلك يعني من شدة حرصه ورغبته في أن يشارك في هذه المعركة. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا جاء في ترجمة سمرة بن جندب في كتاب الإصابة للحافظ بن حجر وفي غيره من كتب التراجم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سمرة بن جندب فطلبه وطلب رافع وقال تصارع، فصرعه سمرة بن جندب فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم. قال: ثم أجازهم يوم الخندق، ثم أجازهم يعني هؤلاء جميعا يوم الخندق وهم أبناء 15 سنة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين
قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الشباب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزهم يوم أحد، وأجازهم صلوات الله وسلامه عليه يوم الخندق. نعم.